معنا يسر سرسور مدير جمعية البسمة بالناصرة، تحكي لها أكثر عن مشروع بسمة أمل. مشروع بسمة أمل هو مشروع تعليمي. بعد إحنا عملنا مشاريع تانية بتهم العائلات وأولاد العائلات، فكرنا كمان بالأولاد اللي في المدارس. عنا شريحة من الأولاد اللي هن بحاجة لدعم ومساعدة على تخطي صعوبات الدراسة في المدرسة، ففكرنا وسميناه بسمة أمل لأنه هو من جمعية البسمة، وهو بعطي أمل لهدول الأولاد إنهم يستمروا في دراستهم ويتغلبوا على الصعوبات ويطلعوا من صف لصف لربما كملوا لحد الثانوي. فبسمة أمل إحنا كمان فكرنا في طلابنا الأعزاء، طلاب الجامعات اللي إحنا دايما نظرتنا إلهن هن أملنا واستمراريتنا في البلد. فمن هذا المنطلق اتصلنا بطلاب الجامعيين وسهلوا لنا الأمور كتير. الأخ عماد جرايسي كان من الأوائل اللي تقبل الفكرة، وبناء عليه أعلن عن المشروع هذا وتقدموا طلاب. احنا السنة الماضية كانت عندنا تجربة وبقدر أقول إنها تجربة ناجحة، طورناها السنة كمان وراح نكمل فيها إن شاء الله. هاي أي سنة؟ السنة الثانية. احكي يعني كيف كانت السنة الأولى تلقت النجاح أكثر؟ يعني شو الأشياء اللي غيرتيها لهي السنة الأولى كانت هي قلنا تجربة، وأنا أعلنت إنه راح يكون عندنا أخطاء وزلات كثير في إدارة المشروع. فكان الأماكن اللي بدها تستوعب هدول الطلاب مش أماكن ثابتة، كنا شوي عندنا مشكلة في المدارس اللي بتفتحش في ساعات بعد الظهر. فالسنة احنا رتبنا مع البلدية ومع الطلاب انه يكون عندنا النوادي والنويديات، وعندنا المركز اللي فيه طلاب الجامعة بيقعدوا فيه. كانوا كتير رحبي الصدر وتقبلوا انه كمان عندهم طلاب يقعدوا. هذه واحدة من الصعوبات اللي كانت نلاقيها العام، فإن شاء الله احنا رح نتغلب عليها. ومين الدعم الأساسي لهذا المشروع؟ الدعم هو جمعية البسمة. من مشاريعنا اللي احنا بنعملها وبندخل فيها دخل للجمعية زي بازار، زي دكان يومي بنبيع فيه، رح ندعم هذا المشروع. إن شاء الله بنلاقي رح نبحث عن مصادر ثانية اللي ندعم فيها مشروعنا. معنا عماد جرايسي مركز طلاب الجامعيين بالناصرة، احكي لها أكثر عن دوركم بمشروع بسمة أمل لجمعية البسمة. طبعا مشروع بسمة أمل هو الداعم الأساسي له جمعية البسمة، وهي فرصة أتوجه بالشكر لمديرة الجمعية من الرائد للمتطوعات والمتطوعين في جمعية البسمة. الجهة الثانية هي الدعم أيضا للمشروع. طبعا جمعية البسمة دعمت ماديا ومعنويا المشروع. كمان في دور بلدية الناصر بفتح المراكز الجماهيرية في كل الحارات لدعم المشروع. طبعا دور الطلاب الجامعيين هو مرافقة الأطفال اللي يعني للأسف كبروا ووجدوا في بيئة شوي صعبة. فدور الطلاب الجامعيين هو مرافقة هدول الطلاب على أمل إنه مساعدتهم في يعني في بعض النقاط الحياتية اللي طبعا حسب الإمكانيات، يعني قدر الإمكانيات إنه يساعد الأطفال. يعني أنتوا دعمتوا هذيك السنة ولا هي أول؟ إحنا دعمنا طبعا من جمعية البسمة. هذا المشروع السنة الثانية على التوالي، يعني طبعا دعم المادي والمعنوي من جمعية البسمة.